السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعات وصفات وأسرار صحراوية. دمتم شبيبات متألقات دائما، وأهلا وسهلا بكم. وصفة اليوم 2 في 1: دهين يعالج البطط، والله لمين قال له التمددات الحمراء والبيضاء، ودهين يعالج البرودة في العظام، المناطق كاملة، النصف التحتاني، الصيقان والقوايم والمناطق الأنثوية. هاي الوصفة تقدي تقسميها على 2، تعدلي اللي انتي محتاجتيه، وتقدي تعدليهم في بلد داوي به البرودة، وفي نفس الوقت تقللي لبطط في داعتك اللي تجي على أثر السمنة. الماسك الأول خاص بالبطط، الأول البسيط اللي متوفر في كل دار، زيت السيور أو الزيت الخاص بالطبخ أي نوع، والشمع، شمعة واحدة كافية لكل لتر زيت، وعلبة كبيرة من زيت الكوك. هذا هو الأصل. ياك جبرتي زبدة الشيا اللي هي نقالها كارثة، زيديها على ذا القياس. جبرتي شمع النحل راه عندكم في الصورة، زيدي هذا لوح واحد 18 دراهم. هذو المقادير زينين في البطط، ما نقولكم يحيدوا البطط، نقولكم عنهم ما يخلوا عندكم ذاك التشققات اللي يعودوا شينين، ولا اللي يعودوا مارق منهم اللحم، ويعودوا كبار، فاهمة، وما يعودوا ياسرين ويعودوا رقاق. هذا الماسك الخاص بالبطط أو الخطوط الحمراء والبيضاء، ما يعالجهم غير يقللهم. ها الماسك الثاني خاص بالبرودة في الدات كاملة، خاص بها اللي عنده البرودة في سيقان وفي قوايمها حتى الزناد. هذه الكوزة ظن عنها معروفة، وهاي كريم عائشة، وها الزيت خاص بالطبخ، لوسيور أوليور، زيت نوار الشمس اللي متوفر عندك. هي لا عنها الكوزة شوي اللي تبغي الخدمة في الماسك، اللي تجيبي كوزات كبار 3 لدون المقادير، وطبعا ما نحتاج نقول عن تقدي تقسمي المقادير على 3 ولا على 4. تجيبي الكوزة 3 كبار. عندك 3 طرق باش تطيبيها. الطريقة الأولى أنك تطيبيها في كسكسو، وهذه أسهل طريقة، تغسليها مزيان وديريها تفور مع كسكسو ما حدك تطيبيه. الطريقة الثانية أنك تعدليها في عجينة، تعود تعجني خبزة وتعود غليظة، وتعدليها فيها. خاص النار ما تلحقها، خاصها الطيب والنار ما تلحقها. والله منين يرمد المجمر تقومي تعدليها في الرماد وهو مازال حامي، وتغطي عليها وتخليها تبرد. هي 3 طرق اللي تقدري تطيبي بها الكوزة. ممنوع انها تتعرض للنار مباشرة لانها تنحرق. شاركت معكم زبدة الشيا ولا كارثة، هاي النوع هو اللي خدمت بها انا في هاي الفيديو. ليه تقبضوا كسرونة تعدلوا فيها الماء، كسرونة الثانية اللي تعدلوا فيها الزيت النباتي أي نوع نتوما تفضلوه، تزيدوا عليه الشماع وتزيدوا عليه زبدة الشيا. راهم خالقين نوعين، خالق نوع أصفر وخالق نوع أبيض. هذا النوع اللي خدمت به أنا هو النوع الأبيض، ولا 2 زينات ولا 2 بحال بحال. هنا أنا زدت كريم عايشة، عريضها لكم هون، وخلوه على راحته بما غيره ليه يذوب الشماع، يذوب كريم عايشة، يذوب زبدة الشيا. مرة خلطوه وخلوه يقبض الوقت، هو شوية يقبض الوقت به لا على البخار. هاي الكمية راهي كمية اللي ليه تديك 2 إلى 3 أشهر. فأنتي إذا كنتي يعني من الناس اللي ما شاء الله هون حية خيوط الشمع
من الناس المستقدرين عنهم يخدموا، فهمتي، تخدمي الماسك كل مثلا 10 أيام، والله عاد ليه قسميه على 3، خلوا مقاديركم يقبضوا راحتهم لين يذوبوا، نوبة نوبة حركي، تشوف يقبض شوي الوقت يا غير نتيجته راهي زينة يا الطفيلات. هذا كريم عايشة، عيد ما نديرو من الأول، ما ديري حتى تذوب زبدة الشيا حتى تعودي ديري كريم عايشة. منين يذوب الخليط من بعد ما زدنالو زيت الكوك، لاهي نقومو نعدلوه في الضراب الكهربائي، سواء ذا النوع من الضراب ولا الكاس العادي ديال الطحانة. هاي المرحلة مهمة، ضروري تخليه لين يعود جمد، فهمتي، النص ما فات عاد قاسي، ليه نعلو نطحنوه النوبة الثانية ونعلو نطحنوه النوبة الأولى، وضروري الطحني إذا نبت وهو مازال حامي المرحلة الأولى، يعني كلا ما عدلتي ذي المراحل لاهي منين هذا يبرد يعود قاسي، يرجع ما يرجع كريم، ضروري نطحن. هون طحنتو النوبة الثانية، ضروري دايما تخليه لين تشوفيه عاد كريمة وتسعلي تطحنيه، تحسبي نوبتين، النوبة الأولى تطحنيه مازال سايل حامي، النوبة الثانية تطحنيه منين يبدا يجمد، والنوبة الثالثة مولي تطحنيه منين يبدا يجمد، باش يبقى لك كريم. وهذا مقادير كاملة تتخلط صاهي. ومن فم عدليه في علب وخزنيه، بغيتي تخزنيه بشكل عادي، بغيتي ديريه في فريغو ريحته شوي متينة بها زبدة الشيا وكريم عائشة. إلا كنتي من الناس اللي ما تقد على الريحة ولا متخيمة، شوفي أي زيت ديال المسك انتي زين عندك وزيديه على هذا الخليط، راهي الريحة ليه تمشي. طريقة الاستعمال: من الليل تدهني المناطق من محزمك إلى قدمك، ومن المرفق إلى ليد، هذا يحيد البطط اللي هما التمددات الحمراء والبيضاء، يحيد البرد من الأعضاء، وخالق نوع من العلايات عندهم جلد قاسي يقاوم سبحان الله التمدد والغلظ. هاي الماسك يلومي لك البشرة ويخليها تعود إلاستيك بالعجلة، تستغلاظ بلا ما تتشقق، يا غير يوميا من الليل لليل دهني. والريحة راهي فيه الريحة شوي، قيسي مول مسك العبار وقول له اعطيني زيت مسك الفلاني، مسك اللي عجبك انتي، وخويه لا 10 دراهم خويه في ذا الخليط. ضروري هذا تستعملوا المرأة اللي تعدل الليك، ضروري والله، اللي الدور بالعجلة تبان عليها القديرة، يعدل الله من الليل لليل، الدفاي معاه مزيان. هاي هي وقت الطفيلات، مسائل الحامية اللي تنفعكم، الليق الحامي، مسائل هذا القديرة، هاي وقتها بيك ضريك تدفاي توكلي قبالة عظامك يدفاو، فهمتوا. بالنسبة للطفيلات اللي ما يقدوا على هذا القديرة، يعدلوها في النهار وقت الدفء. طريق احنا مازال ما فات الحمد لله الصحراء من الداخل، عندكم ما شاء الله السمقيلي، يا غير كاين تدفئة، كاين شوفاج، كاين ياسر من الحلول يعدلها رقاج اللي يدفى فيه البيت. الله المعين. نتمنى عن ذا الفيديو يعود زين عندكم. نخلي دايما الشرح في آخر الفيديو، باش اللي بغى الوصفة يقبضها من البداية، والله يعاونو، واللي يدور يستفاد راهو له يقعد لين يسالي الفيديو ويسمع الشرح وبالتفصيل. دمتم شبيبات متألقات دائما، وأهلا وسهلا بكم متتبعات قناة وصفات وأسرار صحراوية.